يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا. النهارده هنعمل مع بعض صينيه فراخ مكرمله في الفرن بطعم حلو وحادق في نفس الوقت. هيخلي كل اللي يدوق الصينيه دي هيقولك عايز منها تاني وعملتيها ازاي. الفراخ بتطلع طريه من جوه ومقرمشه ومتلمعه كده من بره، بصوص بقى الكراميل ده بيبقى بيديها طعم مختلف كده ومميز. تعالوا بينا نشوف الفيديو، ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. دي بقى صينية فراخ غير اي صينية فراخ عملتوها قبل كده. عايزة اقول لكم هتعملوها وهتدوقوا طعمها مختلف تماما عن اي صينية فراخ. طعمها حلو جدا، ميكس حلو قوي ما بين الحلو والحادق. هقول لكم وما تتخضوش. هنعملها مكرملة. طعم السكر فيها مع البصل تحفة. عايز بقى شوية رز أبيض أو عيش للناس اللي بتحب العيش، وتغمسي الجمال ده مع الفراخ دي وشوية بطاطس، شوية بطاطس محمرة تحفة. أول حاجة نجيب بقى صينية كده عندي، بننزل بقى كده بمعلقتين كبار من السمنة أي مادة دهنية عندك، وبنسيبها تقدح على النار الأول. وطبعا هكون غسلت الفراخ بتاعتي وصفيتها. هي سهلة جدا، وكمان يعني لو انتي محتاجاها تعمليها هي في عزومة حلوة جدا هتشرفك قدام ضيوفك. بنزل بقى بالفراخ بتاعتي، بديها كده صدمة الأول. ويا سلام بقى لو حطينا هنا فصين مستكة مع شوية السمنة. فصين المستكة بينزلوا مع السمنة علشان يسيحوا، غير كده ما بيسيحوش. وبعدين بقى بنزل برشة ملح حلوة، وبنزل برشة فلفل اسود، وبنزل بأربع حبات من الحبهان، اللي هو مش حبهان مطحون، حبهان حب يعني زي ما هو كده. بنزل بأربع فصوص، بيدي طعم حلو جدا. اول بقى ما الفراخ بتاعتي تاخد وش، شايفين انا بس بديها صدمة وبتغير لون مش اكتر، مش بسوي، انا بديها صدمة وبس. عايزة اقول لكم انا ما كنتش متخيلة ان هي هتطلع بالجمال ده، حلوة جدا. شايفين الفراخ خدت لون، اول ما بتاخد لون ده بقلبها على الوش التاني. وصفة الفراخ دي ما بتاخدش وقت خالص وبتستوي على طول. بعدين بكون مقطعة هنا بصل. البصل يكون حلقات زي ما انتم شايفين كده، ما يكونش صغير. وبنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السكر. ايوه ما تخافوش، معلقة كبيرة من السكر بتكرمل البصل، بتوديه طعم في حتة تانية خالص، بجد حلوة قوي قوي. وبعدين اول ما بلاقي البصل وصل للون ده، بنزل بقى بفصين توم مهروسين وبقلبهم. وهنا بقى بحط رشة حلوة من دبس الرمان. آه بيخلي طعمها مع السكر ودبس الرمان حادق كده ومسكر في نفس الوقت. بيخلي هنا الميكس بجد خطير. بنزل بقى بالبهارات بتاعتي، عبارة عن معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والسبع بهارات، وربع معلقة من الفلفل الأسود. وبنزل بحاجة كده بسيطة من القرفة وجنزبيل مطحون، ولو مش متوفر جنزبيل مطحون مفيش أي مشكلة، مش هيأثر على الخلطة بتاعتي، بس هو بيدي نكهة حلوة في الأكل الجنزبيل. لكن مش متوفر مفيش أي مشكلة. بنزل بقى بالفراخ بتاعتي تاني، برجع اوضها تاني في الصينية، وببتدي اخد كده من الخلطة اللي تحت بالبصل عليها من فوق، وبغطيها بيها كلها. وبنزل بقى بكوباية مية حلوة كده، كوباية مية كبيرة، وبغطيها واسيبها على النار تستوي. واول ما بتستوي باخدها على طول على الشواية علشان تاخد اللون القمر ده، وهي كده جاهزة. جربوها وقولولي رأيكم.